نرجع إلى موضوعنا الرئيس في حلقة هذا الصباح، مسألة العنف الأسري اللي كان موجه للمتوفاة الطفلة لما. الآن معنا عبر الهاتف مباشرة والدة الطفلة المتوفاة لما. صباح الخير. صباح الخير. شوية محمد. ألو. ألو. نعم. نعم الله عليك، تسمعينا؟ الله نعم. نعم، أنت معنا على الهواء مباشرة الآن. صباح الخير. صباح الخير. اي صباح النور. صباح الخير. اهلا وسهلا. يعني احنا خبرونا نعم. اول شيء انه ما كنت تعرفي عن هذا القرار، صحيح؟ اي قرار؟ القرار اللي صدر بتبرئة والد لما. اي وش اللي صار يعني؟ طيب القرار الجديد اللي طلع تبرئة والد لما، والتهمة هي فقط تبرئته من ايش؟ تبرئته من ايش؟ إذا ممكن تعلي صوتك شوي عشان نقدر نسمع والمشاهدين أيضا يسمعوا. أنا متجه اليوم أتكلم أنا عندي شك بإثبات الحكم على فيحان الغامدي. طيب. إن الإنسان ده ما هو بريء من دم بنيتي، عذبها حتى راحت المستشفى في حالة ميؤوس منها وماتت على أثر تعذيبه، وعندي شك إني محكوم عليه ب8 سنين، واستأنف المحامي عنه حتى صار الحكم 4، حتى صار 3 سنين، ومن 800 جلدة ل 400 جلدة، والإنسان ده قد الحكم 3 سنين و400 جلدة، وسجن زوجته 10 شهور و150 جلدة. ده الحكم العام. نعم. لكن باقي لي الحكم الخاص. فيحان هو قدم محكوميته، انتهى من الحد العام، باقي له حق خاص واحد. هو أنا فلوسي 1,000,000 ريال، وأنا ما أسامح أي أحد من الشيوخ، وأنا أطالب في ذا البرنامج إني محامي يترافع عني مجانا يروح يصار في القضية. أنا لحد الحين ما استلمت التعويض. نعم. طيب وهو موقع على ذا الشيء. نعم. طيب نخلي التعويض على جنب. لما نخلي التعويض على جنب الآن، وهو الدية حسب ما هو ده. أنا بفهمكم. نعم. إن الإنسان ده ما هو بريء. الإنسان اتحكم عليه وخلصت محكوميته وباقي في السجن عشان الحق الخاص. نعم. وأنا ما أتنازل عن الحق الخاص. أعطاني المال طلع، ما أعطاني المال يتم في السجن. نعم. أنا بودي أروح حوض بني تميم، والله ما قدرت. إن كنت تحصلوا لي فاعل خير يوصلني لحوض بني تميم. أنت صوتك الآن على الهواء لما، وأعتقد أن كثير من الناس يعني يسمعونك، واللي حاب إنه يجاوب معك راح يعرف كيف يوصل لك حتى لو عن طريق محامي. وأناشد الملك يشوف القضية، يشوف كيف طلع بريء من إيش. نعم. أنا بأفهم. لما أنت شفتي بنتك بعيونك، صح؟ إلا وكنت أزورها 8 شهور وأنا رايحة وجاية عليها في المستشفى، وعندي شك على ذا الكلام. أنا ما أقول كلام كذا، عندي شك موجود، ولي 2 سنين ما أخذت المبلغ، وباقي هو متعلق، خلص المحكومية حقته، وقاعد الحين كم شهر، حوالي ما أدري 6 شهور، لأني ما قدر يدبر المبلغ. نعم. يقعد يتم في السجن حتى يسلمني المبلغ. لكن يقولوا بريء من القضية اللي هو صارت لي، يعني من تعذيب بنيتي. لا والله ما. طيب لما إذا تسمعيني. نعم، إذا تسمعيني عندي لك سؤال. متى آخر مرة تواصلتي فيها مع المحامي الخاص بك؟ أنا والله ما عندي محامي. آخر شيء أمس اتصلت عليه ما يرد علي قبل كم من يوم، أبغى استشيره، ما رد علي. أرسلت له رسالة، قلت سمعت إنه يقول يطلع فيحان بكفيل وما أدري ويش. قال ما أدري، اسأل المحكمة. أرسلت له رسالة، قلت اعطيني رقم المحكمة، قال خذيه من 905. قلت خلاص شكرا. أنا بدي أروح الحوطة، لكن والله ظروفي المادية ما قدرت. نعم. ما قدرت. طيب. وأبغى أقوم محامي يشوف إيش السلسة، برضه ما قدرت. احنا متأكدين يا لما إن أنا في وجودي في برنامج، أكيد. في البرنامج أوجه نداء للملك سلمان يشوف إيش الحل. وأنا الحق الخاص ما أتنازل عن حقي الخاص أبد. أعطاني الفلوس كندا، ما أعطاني يتم في السجن. ما كل من أخطأ في حق طفلة صغيرة يتحمل ما يجي. نعم. يعني احنا يا لما في دولة حق، وصوتك راح يوصل سواء للملك سلمان، راح يوصل ايضا لمحاميين. اناشد الملك سلمان. نعم. لي كم من يوم احاول ادور على البرقية اللي توصل للملك، لاني سمعت كثير، وسمعت جدة اتصلت علي قالت فيحان بيطلع بريء. قعدت اتصلت بالحوطة واتصلت بالسجن، قالوا باقي في السجن. وانا والله ما قدرت اسافر. نعم لما احنا كان الهدف من هذا الاتصال يعني بحضرتك انه احنا نعرف لا ردة فعلك. نعم اعتقد انا اعذب بنيتي، وعندي
وصلت الرسالة ملما إذا تسمعيني، يعني مناشدتك أعتقد أنه وصلت، وأيضا رسالتك وصلت على الهواء مباشرة. وعندي كلام كثير، وعندي تستقي إني في صور يقول لي بنيتي وهم يمشون على الجمر. نعم طبعا. كيف أسامح إنسان يمشي بنيتي مثل ما ذكرتي أنت عندك كل المستندات والمناشدة وصلت. لو كان أي محامي وحاب أنه هو يتبرع يعني بالمطالبة بحقك الخاص، كل الشكر لك، وإن شاء الله معوضة خير. يعطيك العافية. إن شاء الله، واحتفظي بإثباتاتك، راح تحتاجينها أكيد، وإحنا متأكدين أنه في أكثر من محامي عنده ضمير صاحي وواعي، واصحاب الايادي البيضاء كثر يعني راح يتبرعوا انهم اكيد ايش يعني يبثوا بهذه القضيه ويشوفوا هذه القضيه ويشاركوا فيها علشان يظهروا الحق، وان شاء الله تكون الرساله وصلت. احنا بهذا الاتصال نكون يعني ختمنا هذا الملف اللي كان هو ملفنا الرئيس لحلقه هذا الصباح. الان راح نروح الى موضوع اخر، نتكلم عن مشروع